هذه المباراة مشاهدينا الكرام وصاحب هدفي الفريق المنتصر دي كتيلاري رفقة غازي العمري من الجو ستاديوم. إليك غازي. إذا أسامة معي نجم هذه المباراة، اللاعب الذي سجل هدفين شارلز دي كتيلاري. تشارلز you scored twice tonight. ثنائية الليلة، مباراة حاسمة اليوم. كيف تشعر؟ أشعر شعور رائع. أعتقد صعب جدا لأننا بالفعل خلقنا الكثير من الفرص ولكننا سعداء بثلاث نقاط، وهذا الأهم. دائما هناك فرصة، ربما هذه السنة هذا حلم تحقق مع بيرغامو مقارنة بالعام الماضي ونسخة مختلفة في الموسم الماضي. نعم، هذا موسم آخر وطريقة اللعب أشعر بأريحية مع هذه الطريقة. المباراة القادمة كأس إيطاليا، أعتقد يبدو بأن أتلانتا هو الفريق المرشح، ليس هناك مرشح، مباراة واحدة فقط. من يفوز في النهاية هو من سيحمل اللقب. قبل المباراة لا يهم أي شيء. شكرا جزيلا، بالتوفيق. إذا أسامة كان معنا دي كتيلاري، لاعب لا يعتقد أن فريقه مرشح للفوز على يوفنتوس في مباراة نهائي الكأس، ولكن كل المعطيات تقول أن أتلانتا سيدخل تلك المباراة كمرشح بارز للفوز بالبطولة.